اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت من مستخدمين الايفون فانت حرفيا عندك كنز كبير جدا وهو تطبيق الشورت كات. النهارده هوريك اقوى الاختصارات واذكى الاختصارات ممكن تغير طريقه استخدامك للايفون. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. اول اختصار معانا وهو فوتو تول كيت. الاختصار ده مميز جدا. لو فتحنا كده الاختصار ده هتلاقيه بيعرض لك نماذج جميله جدا اللي انت تعمل اعاده لمقاسات الصوره، وكمان تعمل كونفرت للتحويل للصوره، يتحولها بقى جي بي جي بي ان جي على حسب انت محتاج تحولها ايه. وكمان تقدر تحول يعني تغير الروتيت اللي هو تدور الصوره، وكمان تقدر تمسح الخلفيه بتاع الصوره ريموف باك جراوند زي ما انت شايف، وتعملها جيف اللي هو نظام الصوره المتحركه. لو عندك فيديو مثلا تقدر تخليه جيف. تقدر تستفاد من الاختصار ده بادوات جميله جدا باستغناء عن اي تطبيق على الاب ستور بفلوس. التطبيق التاني معانا وهو بيست نوت. التطبيق ده يعني اما بتشغله كده انت بتفعله دوما. ليه بقى؟ لو مثلا دخلنا على اي حاجه زي دي مثلا وخدناها كوبي، خدنا مثلا النص ده كله كوبي كده وعملناه له نسخ، نقدر بالاختصار ده ندوس عليه كده هيسيبه على طول في النوتس. يعني عندك تطبيق النوتس، هنخش كده على تطبيق النوتس هنا زي ما انت شايف كده عمل لي لصق لاي حاجه عايز انسخها واحفظها بعدين. يعني هو عملها لي على طول حفظ في تطبيق الملاحظات. الاختصار اللي بعد كده هو اختصار جميل جدا وهو مشاركه الواي فاي. تقدر تشارك الواي فاي بتاعك عن طريق الكيو ار كود. اول ما بتصوره هيجيب لك الباسورد. اي حد معاه هاتف اندرويد مثلا يصور الكيو ار كود ده يعمل كونكت عليه. الاختصار الرابع معانا وهو اختصار جميل جدا جدا وهو اين انت. الاختصار ده رهيب جدا. عندك اختصارين، اختصار بالانجليزي واختصار بالعربي. يعني لو انت تليفونك باللغه الانجليزيه هتقدر تقول هي سيري وير ار يو، ولو انت باللغه العربيه زي ما انت شايف كده هقول لها يا سيري نعم. اين انت. زي ما انت شايف كده شغال على طول الصوت ده عشان اقدر الاحظ الموبايل بوضوح او اعرف مكانه عن طريق صوت المنبه ده. فمثلا لو بالانجليزي هي سيري وير ار يو، نفس الفكره. وده اختصار جميل جدا. الاختصار اللي معانا بعد كده هو اختصار جميل جدا. لو خدت مثلا سكرين شوت للصفحه دي كده زي ما انت شايف كده، خدت سكرين شوت صح، بنزل تحت هنا وبضيف الاختصار ده. هدوس اضافه عنصر وادوس على الاختصارات وادوس اضافه اختصار وادوس على اختصاراتي، وهلاقي الاختصار اللي انا عايزه اللي هو اكشن بوتون ده اضيفه. وبكده ضفته تمام. المشكله بقى مش هنا. الميزه اللي في الاختصار ده اللي انت بعد ما خدت السكرين شوت ادوس هنا وادوس على بحث، هقدر يعني يبحث لي عن اي حاجه انا محتاجها. مثلا خدت سكرين شوت عن ساعه، عن نظاره، عن اي حاجه، هيقدر يبحثها لي زي ما انت شايف كده ويجيب لي التفاصيل عنها على طول. بس عشان الاختصار ده يشتغل معاك بكل سهوله لازم تنزل برنامج جوجل، وهو البرنامج ده لازم تنزله عشان الاختصار يشتغل بشكل صحيح. لو البرنامج ده مش عندك الاختصار للاسف مش هيشتغل. فلازم اول حاجه تنزل الاختصار، تاني حاجه تنزل برنامج جوجل ده، وهو هسيبه لكم في الوصف برضو من ضمن البرامج اللي هتنزلها. وبكده تقدر تجيب اي حاجه انت محتاجها بضغط الزر. الاختصار اللي بعد كده وهو اختصار جميل جدا وهو اظهار مركز التحكم. لو انت عندك مشكله في لا قدر الله موبايلك وقف التاتش بتاعه فوق، الاختصار ده مفيد جدا. تقدر ينزل لك الكنترول سنتر على طول زي ما انت شايف كده. الاختصار اللي بعد كده هو اختصار جميل جدا، اختصار ال 4 جي وال 5 جي. لو عملنا كده وضفنا برضو نفس الاداء وضفنا اضافه عنصر ونزلنا تحت كده عند الاختصارات دوسنا اضافه اختصار، هنختار الاختصار اللي محتاجينه. مثلا انا ضفت ال 5 جي، اضيف بقى ال 4 جي. وبكده الاختصار ده كويس جدا. ليه بقى؟ اقدر افعل ال 4 جي وال 5 جي عن طريق كنترول سنتر. يعني مثلا انا دلوقتي شغال على ال 5 جي اقدر الغيه واشتغل على ال 4 جي وادوس اوكي، وبكده هو فعل لي ال 4 جي. لو دخلنا كده على الاعدادات ودخلنا على البيانات الخلويه ودخلنا على خيارات البيانات الخلويه هتلاقيه اختار ال 4 جي. تعالى كده نفعل ال 5 جي وادوس على دي، وبكده هتلاقيه فعل ال 5 جي. تمام. دي ميزه مهمه جدا. بدل ما تخش على الاعدادات وتعمل تعيين، هو على طول من كنترول سنتر او من عناصر التحكم تقدر تتحكم في ده كله على طول بكل سهوله بضغط الزر.
الاختصار اللي بعد كده واختصار مميز جدا وهو شارج تايم. الاختصار ده بيحسب لك ناقص قد ايه على الشحن. مثلا انا تليفون على 74% بيقول لي ناقص بتاع نص ساعه عقبال ما يوصل ل 100%. الاختصار اللي بعد كده اختصار جميل جدا جدا، لو خصوصا ان انت عايز تبين السكرينات الشوت بتاعتك بطريقه احترافيه جدا. مثلا عملت سكرين شوت زي اخر سكرين شوت لسه واخدينها، وعملت دوست على الاختصار ده وضفت السكرين شوت ودوست اضافه، هتلاقي ضاف لي سكرين شوت في اطار ايفون 15 برو. زي ما انت شايف كده ضاف لي الاطار بتاع الايفون 15، بيخلي شكل السكرين شوت بتاعك مميز جدا. الاختصار اللي بعد كده هو اختصار برضو من اقوى الاختصارات اللي في التليفون، وهو بضغطة زر تقدر تقفل الواي فاي والبلوتوث بضغطة زر نهائي. يعني مش بس اللي انت تقفله كده وتلاقيه شغال عادي، لا انت تقفله خالص. لو دوسنا على الاختصار ده نزلنا الكنترول سنتر هتلاقيه قفل لي الواي فاي وقفل لي البلوتوث خالص حتى من الاعدادات جوه. الاختصار ده عشان تضيفه بتدوس دوسه مطوله هنا وتدوس اضافه عنصر وتنزل تحت زي ما احنا متعودين عند الاختصارات، وتضيف الاختصار وتدوس على اختصاراتي، تنزل تحت لغايه ما تلاقي الاختصار اللي هو واي فاي وتدوس اوكي. هتلاقيه عندك زي ما انت شايف كده، تدوس عليه ضغطه كده قفل لك الواي فاي والبلوتوث بضغطه الزر، وتقدر تشغل الواي فاي والبلوتوث عادي تاني اما بتدوس هنا، عكس ما بتقفله كده ما بيبقاش مقفول 100%. الاختصار اللي بعد كده هو اختصار جميل جدا. لو انت قاعد في مكان مش حابب القعده فيه او عايز تخلع بمعنى اصح، بتقدر تفعل الاختصار ده، بتدوس عليه بيعمل لك اتصال وهمي، يعني اكن في مكالمه معاك، وبتقدر بكل سهوله تقوم من المكان اللي انت فيه. تمام. الاختصار اللي بعد كده هو اختصار جميل جدا. الاختصار ده بتقدر تضغط كميه ملفات زي ما انت شايف كده. مثلا لو حطيت اكتر من 30 40 صوره تقدر تضغطهم في ملف واحد وتبعتهم على الواتساب على طول، لان الواتساب زي ما انت عارف ما بيقبلش اكتر من 15 صوره 20 صوره تقريبا، وما بيقبلش اكتر كده، لازم ترفعهم على مرتين. فهنا بتقدر تضغطهم كملف زي ما انت شايف كده وتدوس اضافه، وبتعمل السماح دوما او allow always، وبتحفظهم في الملفات. وبكده بتحفظ الملف ده تقدر تشيره على الواتساب، اللي بيوصل لطرف تاني يقدر يفك الملف ده ويوصل له مثلا ال 30 ال 40 ال 50 صوره باعلى جوده. الاختصار اللي بعد كده هو اختصار جميل جدا وهو اد بورتريه افكت. لو انت عندك صوره، اي صوره محتاج تضيف لها بورتريه، التليفونات اللي ما بتدعمش البورتريه تقدر بالاختصار ده تضيف البورتريه لاي صوره عندك في الصور. يعني اي صوره مش مدعومه ليها البورتريه تقدر تضيف ليها البورتريه عادي جدا، عن طريق اللي انت تاخد صوره او بتضيف صوره موجوده عندك في مكتبه الصور ويضيف لها البورتريه، والصراحه ادائها خرافي. الاختصار اللي بعد كده هو اختصار باور سويتش. الاختصار ده مميز جدا، تقدر تدوس عليه كده تعمل له شات داون، تقفل التليفون يعني، او تعمل اعاده تشغيل للتليفون بضغط الزر. تقدر تضيفه عن طريق كنترول سنتر زي ما عودتكم في باقي الاختصارات اللي فاتت، وتقدر على طول تخش على الاختصار وتضيفه هنا، او تضيفه كميزه الباك تاب الضغط من الخلف. الاختصار اللي بعد كده هو اختصار شارج فاست. الاختصار ده جميل جدا. ليه بقى؟ بيوفر لك اللي انت تشحن التليفون باسرع طريقه. ليه بقى؟ بيعمل لك وضع طيران، بيقفل لك البلوتوث، بيقفل لك الواي فاي، بيفعل لك وضعيه توفير الطاقه، بيقلل لك البرايتنس، بيعمل ده كله وتوصل التليفون بالشحن وبيشحن باسرع طريقه. الاختصار اللي بعد كده هو انسيف نمبر. لو دخلنا على الاختصار ده وضفنا رقم تليفون مثلا ودوسنا تم، هدخلنا على طول لسجل الدردشه بتاع الشخص ده، بعيدا عن ان انت مثلا تسيب الرقم او تعمل سيف للرقم الاول وتدخل اسمه عشان يظهر عندك على الواتساب. لا، بمجرد ان انت بتكتب الرقم ده على طول بيدخلك لدردشه الواتساب. وطبعا في برامج بفلوس عشان تقدر تحصل على الميزه دي، ومجاني بالكامل في الاختصار ده. اختصار جميل جدا بصراحه، بيوفر عليك حاجات كتير. الاختصار اللي بعد كده اختصار للقرآن الكريم بصوت الشيخ ياسر الدوسري. لو شغلت الاختصار ده هتلاقيه بيجيب لك كل السور اللي في القرآن الكريم، تقدر تسمعها بشكل جميل جدا ومجاني بالكامل. وبس كده، دي كانت افضل اختصارات النهارده واقوى اختصارات للايفون، وكل اللي عليك تجربها، وهسيب لك الروابط بتاعتها في الوصف او في اول كومنت تعليق مثبت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.